مساء الخير لكل أصدقائي ومتابعيني. موضوعنا النهاردة مش مجرد موضوع نقاش، موضوعنا النهاردة مبني على سؤال: هل عمرك حسيت إنك مش مرتاح مع نفسك؟ مش عارف ليه دايما جواك في نوع من الجلد والتأنيب، كأنك في حرب دايما جواك. النهاردة مش جايين نغير نفسنا، النهاردة جايين نتصالح معاها بشكل يكاد يكون إيجابي. خليني أقول لكم إن التصالح مع النفس مش بس مجرد إنك تكون شخص مثالي ولا إنك تنكر أخطائك. التصالح مع النفس هو انك تعترف انك انسان، وارد انك تغلط، بتضعف، بس الاكيد انك هتقوم مرة تانية. بطل تحاكم نفسك بقسوة وتفهم ان كل مرحلة عدت بيك كانت على قد طاقتك وقتها، مش اكتر. الاهم بقى من كل ده، ليه احنا متخاصمين مع نفسنا؟ كتير منا متخاصم مع نفسه علشان كلمة اتقالت او قرار اتاخد او مجرد حلم مكملش. بنفضل واقفين عند أسئلة كتير مش لاقيين ليها إجابة، لو كنت أذكى من كده أو كنت أقوى. والسؤال المهم اللي بيسيطر على تفكيرنا وقتها: طيب لو ما كنتش عملت كده كان هيكون في نفس النتيجة؟ الحقيقة انك ما كنتش تملك غير الاختيار اللي قدرت عليه ساعتها، وده مش ضعف، انت بشر. وده طبع البشر، وارد جدا يكون على صواب في بعض القرارات، ووارد جدا انه يكون على خطأ. بس خليني اقولك، في ناس لمجرد الخطأ بتقف مكانها مش بتتحرك، وده موقف سلبي اكيد. وفي بقى بعض الناس الإيجابية اللي بتستغل الخطأ كجزء من مرحلة التعلم والنمو. تعالوا دلوقتي أقول لكم بعض الخطوات البسيطة للتصالح مع النفس. أول خطوة، مهم جدا إن احنا نسمع نفسنا من غير ما نقاطعها. وجعك ومشاعرك وحزنك ليه حق عليك إن هو يتسمع منك قبل ما يتسمع من الآخرين. تاني خطوة بقى مهمة جدا، سامح نفسك، مش مجرد نسيان لكن قبول إن خلاص اللي حصل فات وعدى، والحاجة اللي عدت خلاص أصبحت أمر واقع واجب تقبله تحت أي ظرف. سامح نفسك علشان انت تستحق تكون في مكان أفضل. يلا مستني ايه؟ قوم حالا. مستنية الخطوة الإيجابية ومستنية آرائكم في الكومنتات. تعالوا دلوقتي نروح للخطوة الأخيرة التالتة: كلم نفسك بلطف. هقولك ازاي تعرف تعامل نفسك بلطف زي ما بتعامل أقرب صديق ليك أو حد من أهلك أو حد من الناس اللي بتحبهم. عايزاك بقى تكلم نفسك بنفس الطريقة دي، حب نفسك وقدرها. ساعتها بأقل الإمكانيات انت وحدك عارف ايه اللي بيساعدك، طبطب على نفسك وما تستناش حد يجي يطبطب عليك. الدعم النفسي والمعنوي جزء كبير جدا من التخطي والتقبل، بس لو مفيش حد، هل انت ما تستحقش انك تكون شخص سعيد؟ التصالح مع النفس مش قرار بيتاخد في يوم، ده رحلة. كل ما تمشي فيها شوية تحس ان قلبك اهدى وروحك اخف. عاوزاك تفتكر دايما انت مش ضد نفسك، انت سندها. مستنية اراكم من خلال الكومنتات.